أهلا بيكم. دايما بنسمع عن شركات بتصرف فلوس كتير قوي على التكنولوجيا، بس هل ده معناه إنها خلاص كده عملت تحول رقمي؟ الحقيقة لأ. النهاردة بقى هنكتشف سوا إيه هي الجاهزية الرقمية بجد. طيب، لما بنيجي نتكلم عن التحول الرقمي، أول حاجة بتيجي في بالنا هي الأدوات والبرامج. بس في سؤال أهم من كل ده لازم نسأله الأول. السؤال ده شكله بسيط، صح؟ هل الشركة جاهزة فعلا للتحول الرقمي؟ لكن صدقوني، الإجابة عليه هي اللي بتفرق بين شركة بتنجح وشركة بتفشل. يعني هل الأساس بتاع الشركة ثقافة الموظفين نفسهم مستعدين فعلا للخطوة الكبيرة دي؟ وهو ده بقى بالظبط الفخ اللي أغلب الشركات بتقع فيه. تلاقي أداة جديدة نزلت السوق، كل الناس متحمسة فيروحوا شارينها على طول، بس من غير ما يسألوا نفسهم هل الأداة دي فعلا هتخدم أهدافنا؟ وهل الموظفين والسيستم جوه الشركة أصلا جاهزين يستخدموها صح؟ طيب تعالوا نشوف الكلام ده بالأرقام عشان الصورة توضح أكتر، والأرقام اللي جاية دي ممكن تصدمكم شوية. تخيلوا معايا كده 90% من الشركات عندها أدوات رقمية. رقم ضخم جدا يخلي أي حد يفكر إن خلاص كده كله تمام والكل ماشي صح. بس هل دي الحقيقة فعلا؟ وهنا بقى الصدمة. بصوا على الفرق ده، 90% عندهم الأدوات، لكن 26% بس هم اللي بيعرفوا يستفيدوا منها بجد. شايفين الفجوة عاملة إزاي؟ فجوة مرعبة بصراحة. تمام، يبقى لازم نفهم إيه سبب الفجوة الرهيبة دي، ليه كل ده بيحصل، وده اللي هيوصلنا للمبدأ الأساسي اللي كل حاجة بتتبني عليه. يعني إيه السبب اللي بيخلي كل الاستثمارات دي في الأدوات مش بتترجم لنجاح حقيقي عند معظم الشركات؟ الإجابة صدقوني أبسط بكتير مما نتخيل. وهنا بقى بتيجي فلسفة الحل كله. المشكلة مش في الأداة أبداً، المشكلة إننا بنبدأ بالتطبيق، بنجري نشتري ونستخدم قبل ما يكون عندنا الوعي والفهم الكافي. لازم الأول نعرف إحنا واقفين فين بالظبط. طيب، إزاي نحول المبدأ ده لحل عملي واضح؟ إزاي نساعد أي شركة إنها تبدأ صح؟ تعالوا نشوف. علشان نقفل الفجوة دي اتعملت أداة مخصوصة، هدفها بسيط وواضح، تقيس الوعي ده الأول قبل ما نبتدي ناخد أي خطوة تنفيذية. والأداة دي معمولة عشان تكون سهلة وفي متناول إيد أي حد، بسيطة جدا، نتائجها دقيقة، وفي 3 دقايق بس بتدي صورة كاملة، والأهم من كل ده إنها مجانية تماماً. وعلشان نبقى كلنا فاهمين نفس الحاجة، خلونا نعرف الجاهزية الرقمية دي. الموضوع مش إن الشركة يكون عندها تكنولوجيا وخلاص، لأ، دي قدرة الشركة الحقيقية بثقافتها، بالموظفين، بالعمليات بتاعتها، إنها تستفيد فعلاً من التكنولوجيا دي. طيب حلو قوي، بعد ما نعمل التقييم ده إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هل بناخد مجرد رقم أو سكور وخلاص؟ لا طبعاً، اللي بيطلع هو خريطة طريق كاملة. خلونا نشوف التفاصيل. في ال3 دقايق دول بس بيطلع تقرير شامل بيوضح الوضع بالظبط. مش بس كده، بيقول إيه هي نقط القوة اللي عندنا عشان نكبرها، وبيحدد بدقة إيه النقط اللي محتاجة تطوير، والأهم بقى بيدي خطوات عملية جاهزة للتنفيذ فوراً. الجملة دي بتلخص الحكاية كلها. قبل ما نحط أي موارد، فلوس أو وقت، أهم وأول خطوة هي المعرفة. لما نعرف إحنا واقفين فين بجد، هنضمن إن كل خطوة جاية هتكون صح. والأداة دي مقدمة بشكل مجاني من عبد الرحمن حسنين على منصته Digital Mind Simplified، اللي هدفها تبسيط المفاهيم الرقمية وتساعد الشركات تبدأ بداية صح. فالدعوة دلوقتي مفتوحة للكل. بدل ما نبدأ بخطوة التنفيذ على طول، خلينا نبدأ من خطوة الوعي. لما نبدأ بالتقييم الأول، بنضمن إن كل خطوة جاية هتكون في مكانها الصح. وهنا نوصل للسؤال الأخير. بعد ما التقرير يطلع وتبقى الصورة واضحة تماماً، إيه هي أول خطوة عملية المفروض نعملها عشان نبني على نقط القوة ونعالج نقط التطوير؟ ده سؤال مهم جداً وكل واحد لازم يفكر فيه. لو الحلقة فادتك، ادعي لنا بخير وادعي الوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.